انا فعلا مش عارفه انا عملت كده ازاي. انا مش عارفه انا حولت الشعر ده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده للكتله اللي تحت دي اللي انا اصلا ما كنتش عارفه اسلكها للمنظر اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. انا حرفيا مش عارفه انا عملت كده ازاي. كنت قاعده في البلكونه ولقيت صاحبه بنوتي كانت بتلعب معاها، دخلت تقول لي طنط انا عايزه شعري زي شعر ليان. قلت لها يا روحي والله ما انت شعرك جميل. قالت لي لا انا عايزه شعري زي شعر ليان. دخلت جبت كريم الباروكه. كريم الباروكه ده انا بستخدمه لليان والله العظيم حرفيا بقالي 5 شهور. يعلم ربنا ان انا صادقه في كل كلمه انا بقول لكم فيها. الكريم ده حرفيا فظيع للهيشان، فظيع للتقصيف. الكريم ده اصلا في ايه يا هدى عشان يعالج ويوصل للمرحله دي؟ طب تعالوا قبل ما اقول لكم اصلا الكريم ده هو فيه ايه، بصوا شعر البنوته كان عامل ازاي. انا حرفيا كنت بسلكه لها بالكريم. اولا الكريم ده لازم يتحط اصلا على شعر مبلل، بس طبعا مش هينفع اغسل لها شعرها وهي عندي، لان هي كانت جايه تلعب مع بنتي وكده، فمش هينفع ان انا اغسل لها شعرها. انا حطيته لها على شعر جاف. انتوا متخيلين ان انت تحطيه على شعر جاف ونوصل للنتيجه دي؟ بصوا اللمعان وبصوا الفرد. هو بيفرد بنسبه، يعني مش هقول 90%، لا هو بنسبه 100%، والنتيجه ظاهره قدامنا. نقول بقى باي باي للهيشان والتقصيف، عشان بجد كريم الباروكه مش هيخلي فيه هيشان ولا تقصيف تاني. هو كريم يومي، دهان يومي يا بنات، تستخدميه يوميا. لو انتوا عاوزين اللينك اللي انا جايباه منه اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هحط لكم اللينك بتاع كريم الباروكه. حرفيا الكريم ده سحر، فيه كميه زيوت يا بنات، زيت الجوجوبا وزيت القشور الهندي وزيت الارجان وزيت فيتامين اي والنخاع الحيواني المعالج، بجد تحفه.